بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مركا كوبات جمعة ونكسن جمعة كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مركا حكتا وحين وذقادنا إن أمانتا شيء مهم خاصة حلقا إن نولنا هاي أين وذا سعن. أهلا وسهلا مرة أخرى. في حديث أخرجه أبو داود والبيهقي يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. هذا الحديث دعاء كجرت وحلو يقانا دعاء دينتا. رسولك عليه الصلاة والسلام مالين أيوحو قالي مساجدك كدب وحكو أركين أنصارته كميدة أولا ورنجري أبو أمامة. رسولكم مركز فهمي إنني كان وحكسيهين مساجد كفردية في غير وقت الصلاة، صلاة أيضا وقت جدي وسسو دوين وأويدي محن كوو أركيا مساجد كأوات حلقا أفردية أيضا أنا الصلاة دي سو دوين وحوش جاي إن أي دباتو يمرقوين أي هيستان يديموين أو ديمو فربضن لقوليه. رسولك عليه الصلاة والسلام وحكويري ميكم مكبرا هذا الهدي اعتراضو مرقدن iyo humumta ku saaran ay ka tagayso deentana ay ka gudmayso oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka bixinayo deentaas, yaani dariiq ay kaaga baxdo uu ku sahlay Allah. waxaan yiri bar ya rasuulallah. rasuulka alayhi salatu wasalaam hada ducadan uu baray oo waxaan rabaa inaad ducadan wada xifdisaan oo aad meel ku qorataan oo rasuulka sida uu dadka uu amray ninkan aad u tirahdaan. rasuulku wuxuu ku yiri markii aad galabaysato iyo markaad subaxaysato ducadan Allahumma inni a'udhu bika من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صحابي وحو ليهي سيدان أيان سمي ورسولك يا أمري كدب همومتي نوائق تكتي دينتي نوائق قدمتي. لكن بدأ الربو بونتي كلا مهم أهواي maanta deymaha way nagu farabateen, murugooyinka way farabateen, mashaakisha dhibaatooyinka way farabateen. marka ducadan aad dhahayso shay muhiim ah ayaa ku xiran oo ah waxa loo yaqaan yaqiin iyo ikhlaas. marka dhahayso inaad yaqiinsan tahay in Allah subhanahu wa ta'ala uu ka ajiibayo. sidoo kale qofka kaliya oo dhibaatooyinkan waxa kaliya oo dhibaatooyinkan ka qaadi karaya inuu yahay Allah oo ku sahli karaya dariiqa. saas daraadeed marka ducada aad akhriso inay ka muhiimsan tahay qalbigaaga inaad nadiifiso oo aad yaqiin dul dhigto la soco. jumca wanaagsan waana maasantihiin. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.